أهلا بيكم. موعدنا النهاردة مع رحلة من أعمق الرحلات في تاريخ الفكر الإنساني، جمهورية أفلاطون والبحث الأبدي عن العدالة. وقبل ما نبدأ الغوص في أعماق الفلسفة دي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من تحليلاتنا اللي جاية. دلوقتي خلونا نسافر بالزمن. تخيلوا معايا إننا في أثينا القديمة، في صباح جميل على شط ميناء بيرايوس. الهوا فيه ريحة بحر وأصوات الناس والتجارة مالية المكان. وسط كل ده مجموعة من العقول العظيمة بتتجمع، وعلى رأسهم فيلسوف حافي القدمين مشهور بأسئلته اللي بتقلب الدنيا، سقراط. هناك وسط الحوارات العادية هيبدأ حوار مش عادي بالمرة، حوار هيفضل صداه ومسموع لآلاف السنين. يا عزيزي غلقهن، ما هي العدالة؟ سؤال يبان بسيط قوي، سؤال ممكن يتسأل في أي قعدة. لكن من بق سقراط السؤال ده ما كانش مجرد سؤال عادي، دي كانت الشرارة اللي ولعت نار رحلة فكرية ملحمية. ده المفتاح اللي فتح باب لعالم كامل من الأفكار عن طبيعة الإنسان والمجتمع والحقيقة نفسها. رحلة هتاخدنا من شوارع أثينا الصاخبة لأعماق النفس البشرية المعقدة، وفي الآخر هتغير نظرتنا لكل حاجة حوالينا. وأي معركة فكرية عظيمة لازم يكون فيها خصم قوي، وهنا بيظهر على الساحة أول متحدي لأفكار سقراط، السوفسطائي ثراسيماخوس. تخيلوا معايا شخصية واثقة من نفسها، صوتها عالي، مش بتؤمن بالمثاليات، شخص عملي وشايف الدنيا على حقيقتها المرة. ثراسيماخوس دخل الحوار بقوة وقدم تعريف للعدالة كان زي الصدمة، تعريف مستفز بيقلب كل المفاهيم اللي الناس كانت مؤمنة بيها رأساً على عقب. بالنسبة لثراسيماخوس ما فيش حاجة اسمها عدالة كقيمة عليا ومطلقة. الموضوع أبسط من كده بكتير. بيقول إن العدالة دي مجرد اسم الشيك لحاجة واحدة بس، مصلحة الطرف الأقوى. يعني الحكام والطبقة المسيطرة هم اللي بيحطوا القوانين وبيصمموها عشان تخدم مصالحهم هم وتفضل محافظة على قوتهم، وبعدين يقولوا للناس دي هي العدالة، لازم تطيعوها. فإحنا كشعوب وكأفراد ضعفات بنطيع القوانين دي وإحنا فاكرين إن ده الصح وإن ده هو العدل، لكن في الحقيقة إحنا بنخدم مصالح الأقوياء من غير ما نحس. فكرة صادمة مش كده؟ وهنا بقى بتبدأ المعركة الحقيقية. شوفوا الاختلاف الجذري بين النظرتين. ثراسيماخوس بيقول إن العدالة مجرد أداة للسيطرة، المهم تتبع القانون وبس. لكن سقراط بيرد عليه بحجة أعمق بكتير، بيقول له لا استنى، لو كلامك صح يبقى الظلم هو اللي مفيد للشخص. لكن بص حواليك يا ثراسيماخوس، الظلم بيعمل إيه في أي مجتمع؟ بيخلق كراهية، انقسام، صراع، فوضى، محدش بيثق في حد. أما العدالة الحقيقية فهي اللي بتخلق الانسجام والوحدة، زي فرقة موسيقية كل واحد فيها بيلعب دوره صح، فبيطلعوا معزوفة جميلة. العدالة بتقوي المجتمع، بتخليه كيان واحد متماسك، الظلم بيفككه ويدمره. الحوار بيزداد عمق وسخونة، وهنا بيتدخل شخصية تانية، هو جلوكون، تلميذ أفلاطون. جلوكون مش مقتنع قوي برد سقراط وحاسس إن الموضوع أعمق من كده، فبيطرح تحدي عبقري على شكل قصة خاتم جيجس. تخيلوا معايا راعي غنم بسيط اسمه جيجس. في يوم وهو بيرعى غنمه بتحصل زوبعة تفتح الأرض قدامه، ويكتشف كهف غريب. جوه الكهف بيلاقي خاتم عجيب، بيلبسه وبالصدفة بيكتشف إن الخاتم ده بيخليه غير مرئي. وهنا السؤال اللي بيطرحه جلوكون، تفتكروا جيجس هيعمل إيه بالقوة دي؟ هل هيفضل إنسان عادل وأمين، ولا هيستغل القوة دي عشان يحقق كل رغباته؟ جلوكون بيراهن إن أي إنسان مهما كان صالح لو امتلك الخاتم ده هيسرق ويقتل ويعمل كل الموبقات، لأنه ببساطة مش هيخاف من العقاب. فالسؤال اللي بيوجهه لسقراط هو، هل إحنا بنكون عادلين عشان العدل نفسه شيء كويس، ولا بس عشان خايفين من الفضيحة والعقاب؟ السؤال ده كان قوي جدا ومحرج، وإجابة سقراط كانت عبقرية أكتر. قال لهم أنتوا بتسألوا عن العدالة في نفس إنسان واحد، ودي حاجة صغيرة وصعب نشوفها بوضوح، زي ما نكون بنحاول نقرأ حروف صغيرة من بعيد. فالحل إيه؟ قال تعالوا نكبر الصورة، بدل ما ندور على العدالة في الفرد، تعالوا نبني مع بعض بالكلام والخيال مدينة كاملة، مدينة مثالية، أو زي ما بنسميها مدينة فاضلة. لو قدرنا نلاقي العدالة في المدينة الكبيرة دي، ساعتها هنقدر نشوفها بوضوح، وبعدين نرجع نبص على الفرد ونفهم العدالة اللي جواه. ودي كانت نقطة التحول في الحوار كله. وهنا بيبدأ سقراط يرسم ملامح مدينته. بيقول إن أي مجتمع سليم لازم يتقسم ل3 طبقات أساسية، كل طبقة ليها دور محدد وفضيلة بتميزها. أولاً على القمة عندنا الحكام الفلاسفة، ودول فضيلتهم هي الحكمة، لأنهم بيحكموا بعقلهم ومعرفتهم بالحقيقة والخير مش بأهوائهم. دورهم هو توجيه المدينة كلها. تاني طبقة هي الحراس أو المحاربون،
ودول فضيلتهم هي الشجاعة، مش بس الشجاعة في الحرب لكن الشجاعة في الدفاع عن مبادئ المدينة وقيمها، ودول بيمثلوا الدرع المدينة. وأخيراً القاعدة العريضة للمجتمع، العمال والحرفيون، ودول فضيلتهم هي الاعتدال أو القناعة، ودورهم هو إنتاج كل شيء بتحتاجه المدينة من أكل وشرب وبيوت. العدالة هنا بقى مش في أي طبقة لوحدها، العدالة بتتحقق لما كل طبقة تعمل شغلها وبس وما تتدخلش في شغل الطبقات التانية. إذن وصلنا لتعريف العدالة على مستوى المدينة. العدالة مش مجرد قانون مكتوب، لأ، العدالة هي الحالة الصحية للمجتمع، هي التناغم والانسجام التام بين أجزائه. زي الجسم السليم، المخ بيقوم بدوره في التفكير، والقلب بيضخ الدم، والمعدة بتهضم الأكل. كل جزء بيعمل اللي عليه عشان الجسم كله يعيش. لو جزء منهم قرر يعمل شغل التاني، الجسم كله هيمرض. كذلك المدينة الفاضلة، عدالتها في إنه كل فرد وكل طبقة تؤدي دورها الطبيعي بإتقان من أجل مصلحة الكل. لكن سقراط كان عارف إن كلامه عن الحكمة والفلسفة محتاج شرح أعمق. يعني إيه معرفة الحقيقة؟ وهل إحنا كبشر عاديين عايشين في الحقيقة أصلاً؟ عشان يوضح النقطة دي بيحكي لنا أشهر وأقوى قصة رمزية في تاريخ الفلسفة كله، أسطورة الكهف. قصة مش بس بتشرح فكرة، دي بتخلينا نشك في كل حاجة بنشوفها وبنسمعها، وبتخلينا نسأل نفسنا يا ترى إحنا كمان عايشين جوه كهف من نوع ما؟ القصة بتبدأ بمشهد كئيب جداً. تخيلوا معايا كهف عميق تحت الأرض مظلم، وجوه الكهف ده في مجموعة من البشر اتولدوا وعاشوا حياتهم كلها فيه. مش بس كده، دول مربوطين بسلاسل من رقبتهم ورجليهم بطريقة تخليهم باصين قدامهم بس على حيطة الكهف، مش قادرين يلتفتوا يمين أو شمال أو حتى يبصوا لبعض. حياتهم كلها عبارة عن التحديق في هذا الجدار الصخري. ورا المساجين دول في نار كبيرة والعة، وبين النار وبينهم في ممر مرتفع بيمشي عليه ناس شايلين تماثيل وأشكال لحاجات مختلفة زي الحيوانات والنباتات. ضوء النار بيخلي خيالات أو ظلال التماثيل دي تترسم على الحيطة اللي المساجين باصين عليها. بالنسبة للمساجين، الظلال دي مش مجرد ظلال، دي هي الحقيقة كلها. هم بيسموا الظلال دي وبيتكلموا عنها وبيفتكروا إنها هي الكائنات الحقيقية، ولو سمعوا صوت صدى بيفتكروا إن الظل هو اللي بيتكلم. عالمهم كله عبارة عن وهم كامل، بس هم ما يعرفوش أي حاجة غيره. وهنا بيحصل الحدث اللي بيقلب كل حاجة. تخيلوا إن واحد من المساجين دول تم فك قيوده وأجبر على إنه يقوم ويلف ويبص ناحية النار. في الأول النور هيوجع عينيه جدا وهيبقى مش شايف حاجة، ولو حد قاله إن الحاجات اللي كان شايفها دي مجرد ظلال وإن التماثيل دي هي الأقرب للحقيقة مش هيصدقه، وهيبقى عايز يرجع تاني للظلام والظلال اللي اتعود عليها. طب تخيلوا لو نفس الشخص ده اتسحب بالعافية وطلع بره الكهف خالص لشمس النهار الحقيقية، إيه اللي هيحصل؟ بره الكهف نور الشمس هيعميه تماماً في الأول، لكن بالتدريج عينيه هتبدأ تتعود. الأول هيشوف ظلال الأشياء الحقيقية، بعدين هيشوف انعكاسها في المية، وبعدين هيقدر يشوف الأشياء نفسها، الشجر والحيوانات والبشر الحقيقيين. وفي النهاية هيقدر يبص للسماء ويشوف الشمس نفسها، وهيدرك إن الشمس هي مصدر النور والحياة، وهي السبب في وجود كل حاجة شايفها. ساعتها بس هيفهم إن كل حياته اللي فاتت جوه الكهف كانت وهم وجهل. الكهف هو عالمنا المادي المحسوس، عالم الآراء المتغيرة، والعالم اللي بره هو عالم المعقولات، عالم الحقيقة والمعرفة اللي الفيلسوف بيسعى إنه يوصله. بعد الرحلة الطويلة دي من شوارع أثينا للمدينة الفاضلة ومنها لكهف الظلال، سقراط أخيراً بيرجع بينا لنقطة البداية، لكن بنظرة مختلفة تماماً. بيقول كل اللي قلناه عن المدينة ده ليه نسخة مصغرة جوه كل واحد فينا. المدينة الكبيرة اللي بنيناها بالكلام دي هي في الحقيقة خريطة للنفس البشرية. الصراع اللي بيحصل في المجتمعات بيحصل جوه كل إنسان. وزي ما المدينة متقسمة ل3 طبقات، النفس البشرية كمان متقسمة ل3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول والأعلى هو العقل، وده الجزء اللي بيفكر وبيحلل وبيبحث عن الحقيقة، وده المفروض يكون هو الحاكم الفيلسوف جوه نفسنا. الجزء التاني هو العاطفة أو الروح، وده مصدر الغضب والشجاعة والكرامة، وده المفروض يكون هو الحارس أو الجندي اللي بينفذ أوامر العقل. والجزء الثالث والأكبر هو الشهوة أو الرغبات، وده بيشمل كل رغباتنا الجسدية زي الجوع والعطش، وده بيمثل طبقة العمال والمنتجين. طول الوقت في صراع بين ال3 دول جوانا. وهنا بنوصل للتعريف النهائي والأعمق للعدالة. العدالة في الفرد مش مجرد إنه بيتبع القوانين الخارجية، لا، العدالة الحقيقية هي حالة صحة نفسية، هي النظام والتناغم الداخلي. الشخص العادل هو اللي عقله المستنير بالحكمة هو اللي بيقود نفسه، وعاطفته الشجاعة بتساعد العقل في السيطرة على شهواته ورغباته. لما كل جزء من أجزاء نفسنا يقوم بدوره الطبيعي تحت قيادة العقل، بنوصل لحالة من السلام الداخلي. دي هي العدالة.
في نهاية الحوار الطويل ده سقراط بيعترف بحاجة مهمة. بيقول إن المدينة الفاضلة اللي وصفناها دي بكل تفاصيلها ممكن جدا ما تكونش موجودة في أي مكان على الأرض، ويمكن عمرها ما هتتحقق، لكن ده مش مهم. الأهمية الحقيقية للمدينة دي إنها بتفضل زي نموذج مثالي، زي نجمة في السماء بنبص عليها عشان توجهنا في الطريق الصح، حتى لو عمرنا ما هنوصل للنجمة نفسها. ودي هي الخلاصة وروح جمهورية أفلاطون كلها. الهدف الحقيقي من كل هذه الرحلة الفلسفية مش تغيير العالم الخارجي، بل تغيير العالم الداخلي. إن كل واحد فينا ياخد النموذج ده ويحاول يبني جمهوريته الخاصة جوه نفسه، إنه يخلي عقله هو الحاكم وشجاعته هي الحارس ويسيطر على رغباته. بناء هذه المدينة الداخلية هو أعظم مهمة ممكن يقوم بيها الإنسان. الكلمات دي بتلخص كل حاجة. العدالة مش شهادة بنعلقها على الحيطة ونقول أنا وصلت. لأ، العدالة هي ممارسة يومية مستمرة، هي طريق بنمشي فيه كل يوم في حياتنا، هي الصراع الداخلي المستمر عشان نحافظ على التوازن والانسجام جوه نفسنا. كل قرار بناخده، كل فعل بنعمله هو خطوة على الطريق ده، إما بتقربنا من العدالة أو بتبعدنا عنها. وبكده أفلاطون بيسيبنا في النهاية مع أهم سؤال، السؤال اللي بينقل الفلسفة من مجرد كلام نظري لحاجة عملية كل واحد فينا لازم يواجهها. الرحلة بتبدأ من الداخل، والتحدي هو إزاي كل واحد فينا يقدر يبني المدينة الفاضلة دي جوه نفسه. السؤال ده مش بس للفلاسفة اللي عاشوا من آلاف السنين، ده لكل إنسان بيبحث عن معنى لحياته. وإلى هنا أعزائي تنتهي بنا أحداث هذه الحلقة الممتعة والمضيئة. لو عجبتكم رحلتنا الفكرية النهاردة، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم حلقاتنا اللي جاية. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب المنى وأستودعكم الله.